من الجهل عندما يعتقد بعض الناس لما بيسمعوا اشخاص بتنتقد بعض من القرارات او الافعال الصادرة عن اشخاص لها كل الاحترام والتقدير وهم اساطير سواء داخل النادي الاهلي او خارجه، ان احنا بنعيب فيهم لشخصهم او نقصد الاهانة. تقول لي انت ايه جايب ورا من حلقة امبارح ولا ايه؟ اقول لك لا خالص ولا حصل اي حاجة، بس انا حبيت اكلمك وافهمك الكلام ده في اول الحلقة دي عشان يا ابني تبقى فاهم ان احنا نحترم كابتن محمود الخطيب. مش هقول لك كل اللي بينتقد لان انا جاي لك على موضوع حلقة النهاردة، ولكن معظم اللي بينتقد عشان هو عايز الاحسن للنادي الاهلي، وعايزين نتدارك كل الاخطاء الموجودة بان احنا نرجع على الطريق المستقيم تاني عشان نمارس عاداتنا الطبيعية، وهي التفرغ لاخبار نادي الزمالك. فمن الاخر يا جماعة، لا رأيي ولا رأي مليون شخص قادر ان هو يهد اي حاجة كابتن محمود الخطيب عملها داخل اروقة النادي الاهلي. الراجل ده سواء لعيب سواء نائب مدير رئيس النادي ايا كان يا جماعة، الراجل ده عمل انجازات محدش يقدر ينكرها، واللي بيعمل كده ما يبقاش بيحب النادي الاهلي اصلا، وبرضه ليه مصالح شخصية. وجاي لك في موضوع حلقة النهاردة ولتبسيط الامور يا جماعة وافهمك ليه احنا بننتقد. لان انا عارف في ناس هتقولي بس انت لما بتتريق او كده انت بتشمت فينا جماهير الانديه التانيه، وبيقولوا شايفين الاهلاويه بيقولوا ايه على رئيس ناديهم. مبدئيا يا جماعه انا بتناول المواضيع بجزء من السخريه لا تتعدى حدود الادب. انا عمري في الحلقات اللي انا عملتها ما غلطت في حد لفظيا. انا رفضت ان انا ارد او ان انا اعيد تصريحات يعني هاني شكري لما طلعت على لسانه عشان احترم الناس اللي بتتفرج عليا، فانا اكيد ما بهنش حد. ولكن احنا تعودنا بتناول المواضيع والاخبار السيئة بطريقة فيها بعض مش التريقة بس سخرية بسيطة كده، وهو ده يا جماعة طبيعة المصريين. احنا بنحب الاخبار ناخدها بسخرية، وده يمكن اللي مصبرنا على مشاكل كتير قوي في حياتنا خارج الكورة وخارج النادي الاهلي وخارج كل ده، يعني معروف دي طبيعة الشعب المصري. فياريت يا جماعة نوضع الامور تمام في مكانها الصحيح. بننتقد عشان بنحب النادي، نحب النادي عشان عايزينه احسن، بنشكر كابتن محمود على اللي فات وبنقول له عايزين استمراريه. تقول لي بس الهفوات بتحصل، اقول لك حصل. احنا بقالنا يا فندم سنه في هفوات، والكلام ده في حلقه امبارح قلته تفصيليا، ممكن ترجع لها تسمع الكلام اللي انا عايز اقوله كله. نرجع للمثال البسيط اللي انا كنت بقول لك عليه، وهو تخيل كده يا عزيزي ان انت عندك ولد صغير شاطر جدا ينجح على طول طب في المدرسه. تقول لي انت هتشبه كابتن محمود خطيب بالعيل الصغير؟ اقول لك ما احنا قلنا بقى امبارح يا عزيزي المحنك اهدى تحنيك شويه. سقط في ماده يا سيدي، في الثانيه في الثالثه جه سنه كده ما ظبطش الامور، بتتكلم في البيت معاه فوالدته طلعت قالت لك ده ما ذاكرش، فانت رحت ردت عليها تقول لها ايه؟ اوعي تقولي على الواد اللي هو ما ذاكرش، الولد ذاكر، خلي بالك الامتحانات هي اللي ما كانتش مظبوطه، هو ذاكر كل حاجه صح، الامتحانات هي اللي جت غلط، المدرسين ما بيذاكرلوش، المجتمع كله ضده وهو مش عارف، وهو عشان كده ما عرفش ينجح. فبالتالي هنا حضرتك بتزرع في الولد. وتاني مع كامل الاحترام للتشبيه، انا اكيد مش بشبه كابتن محمود الصغير يعني بطفل، عشان بس انا عارف الناس هتطلع تقول ايه. انا بقول اهو يا جماعه وباكد تمام، ده مجرد مثال للتبسيط ليس اكثر، يا ريت ما نشيلش الامور اكبر من حجمها. فانت بتبدا تبني عند هذا الطفل ان طب ما هو انا لو خدت قرار غلط مره ما انا ممكن استمر فيه تاني شويه، وممكن استمر فيه تالت شويه ورابع شويه. هل ده عيب هو شخصيا؟ لا، بس عيب البالونه اللي حواليه اللي اوهمت له ان انت ماشي صح يا ريس مالكش دعوه باي حد تاني. وبهنا يا جماعه يتاثر شعار النادي الاهلي بان الاهلي فوق الجميع، ده اللي انا اتكلمت عليه في الحلقه امبارح، ودي وجهه نظري في الاخر. وانا عندي الشجاعه الكافيه حتى باعتراضي على موضوع الانسحاب لما حصل، وان انا طلعت قلت يا جماعه انا هطلع اعتذر وهقول ان انا ما كنتش فاهم حاجه، وهقول ان مجلس الاداره كان على حق، زي ما قلت في حلقات كتير ان مجلس الاداره كان على حق في حاجات كتير، مع ان في ناس كانت معترضه. كمثال
عدم رجوع رمضان صبحي، وطلعت بعد اللي حصل من رمضان صبحي في اخر موقف طلعت قلت كابتن محمود الخطيب كان عنده حق بكل اللي حواليه ان هو ما يستمعش ليهم. وده بقى اللي انا قصدي عليه يا جماعه، ان حتى كابتن محمود الخطيب لو هو مش مسؤول عن كل الاشياء الخاطئه اللي حصلت بس هو رئيسهم كلهم. فمن الافضل يا كابتن محمود ان احنا احيانا ندي ودنا للجماهير شويه. انا عارف ان حضرتك بتعمل كده، بس احنا بقالنا فتره، يعني الجماهير بتهتي بقالها فتره كبيره على ما بتبدا تتسمع يا كابتن محمود، على ما تبقى المشكله حصلت على طول. فما بقاش انا كأب كل اللي فارق لي الناس هتقول ايه على ابني لو عرفت ان هو ما ذاكرش، فبالتالي اطلع اي حد تاني غلطان، لكن ابني لا، فبالتالي بقى عادي انه يغلط خلاص. لو مش عايزها تقول ان كابتن محمود، لو المثال مضايقك يا سيدي خلي كابتن محمود هو الاب وحواليه هم الاطفال. بقيت مجلس الاداره اللي هم اكيد متولين حاجات كتير قوي، الجهاز الفني، اللعيبه، خلينا يا سيدي نمشيها كده، مش فارقه كتير. انا بديك مثال للتبسيط بس. انا عارف انا طولت، هي دي مش المقدمه كلها طبعا، وطبعا انا اسف جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من كلام اهلاوي. ليه الحته اللي فاتت دي كلها قلتها في اول حلقه، دي تعتبر جزء من الحلقه. وعزيزي المحنك ما تقلقش، لان حلقه النهارده مش عليك انت، على نوع تاني من المحنكين، وعشان كده قلت لك اصبر معايا هتتبسط. المحنكين بقى اللي عايزين يهاجموا كابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي لاجل المهاجمه فقط. تقول لي انت تعبتنا معاك يا اخي، انت لا عاجبك اللي بيساند ولا عاجبك اللي بيعارض، انت بتاع ريتش يا ولا يا ابني، بتاع ريتش. انا اخر فيديو جاب 30 فيو يا ابني، رحمني يا ابني. ريتش يا جماعه، ده انا واصحابي اللي بنتفرج على الفيديوهات عاملين ايه. كمثال عزيزي المشاهد، وهو على ابسط مثال في الفتره اللي فاتت بعد المشاكل اللي حصلت في بدايه الدوري، وقال لك ازاي كابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي اتفرط في وسام ابو علي. هي دي نفس الناس عزيزي المشاهد اللي كانت بتقول هو نادي الزمالك تمسك بزيزو قوي كده ليه لحد ما زيزو خربها عليهم، ما تبيعه يا سيدي وتكسب الفلوس. يا جماعه كنا نقعد وسام فال7.5 مليون ما يجوش، الناس مليار ايه ده رقم كبير، مليون ما يجوش ولا ال7 مليون ما يجوش، فنرجع بعد كده نقول طب لا ده جاي له 4 وسام مستواه ينزل لانه عايز يمشي، واصلا في كلام طلع ان هو ما بيروحش تدريبات وبيمتنع وعامل شغب. فلا ازاي ان كابتن محمود خد القرار الصحيح بتاع ان انا مش هبقى على لاعب هو مش عايز يلعب للشعار ده؟ لا يا جماعه مش غلط، ما عشان كده بقى بنتكلم. انا قلت كلمه في البرنامج هنا من اول حلقه وبقولها لحد النهارده، حبك انك تبقى اهلاوي لا يعني تماما انك تبقى مدلس وافاق، ومش عايز اقول صفات كتير قوي. هي يا جماعه قصه لا في هجوم ولا في سبورت، والقصه برضو مش في قصه لا ان انا اعتدل في النص من حاجات، لا يا جماعه في حاجات منطقيه ان احنا نناقشها، وفي حاجات طبعا مش منطقيه ان احنا نناقشها. يعني موضوع الانسحاب لما كان كل الناس بتتكلم وفي جزء من الجماهير بيتكلم ان في اشراقه امل جايه من الموضوع ده، وفي الاخر طلع ما فيش. ما هو كان في راي ناس كتير قوي واتكلمت بمنطقيه اكتر من الناس اللي كانت بتقول ان الانسحاب ده مفيد. فعشان كده يا جماعه هي منطقيه الكلام، في كلام كده على الودن يخش ينفع تسمعه، وفي كلام انت عارف من جوه انك بتهبد. فوسام طبعا ما كانش ينفع يقعد، وانا قلت الكلام ده من اول ما عرفت اول خبر، لا قلت لا يحاولوا ولا ما يحاولوش، اكيد هم هيحاولوا، اكيد انت متاكد ان النادي الاهلي حاول. عارف تزعل من ايه؟ ان انت ما جبتش مهاجم بنفس الكواليتي، تزعل عليه. هتقول لي هو وسام يتعوض؟ يا سيدي احنا ما بنتكلمش على ليونيل ميسي ولا رونالدو، انت بتتكلم على ايه؟ يعني وسام تقريبا الماتش الوحيد اللي ظهر فيه ماتشين هما فاركو والماتش الثاني بتاع كاس العالم للانديه لاجل اللقطه عزيزي المشاهد، لان هو استغل ده بعد كده في اول عرض جاله وقال لك مع السلامه القاكم، انا من صغري دنماركاوي ولا من صغري مش عارفه ايه، ايا كان هو راح فين. ناس تانية سمعتها برضو اخبار من الناس اللي عايزه تهاجم وخلاص، هي مش فاهمه حتى هي بتهاجم ليه. يا سيدي احنا بنهاجمش، انت لما بتشارك هوجه المهاجمه وانت مش فاهم انت بتهاجم ليه، ده لا يعني انك شخص كويس. في ناس كتير عارفه هي لما بتهاجم او بتعترض بتقول ايه، لان يا جماعه النتائج اللي احنا كنا بنقوله واضحه، مش بتكلم عليا انا بس، يعني اللي انا فاهمان الدنيا، ما في ناس كتير بتعترض على حاجات كتير،
ونتائجها بتبان وبنطلع الناس دي عندها حق، وانا قلت كذا حاجه وطلعت صح. ليه؟ ما هو اصل هي مش كيمياء، عشان منطقيه القاء الكلام اصلا لازم يبقى فيه منطقيه. انا عارف انا بتكلم في ايه ولا انا بهبد وخلاص عايز اطلع مع الهوجه عارض. فنرجع يعني للكلام اللي دلوقتي بيقولوا ظلمنا مارسيل كولر. لا حضرتك ما ظلمتش مارسيل كولر، انت بتظلم نفسك دلوقتي الكلام اللي انت بتقوله ده يا سيدي. مش معنى ان مازال في اخطاء وخلل في بقيه المنظومه ده معناه ان مارسيل كولر كان خارج هذا الخلل. مارسيل كولر كان جزء منه، واحنا بنحاول نفوق من سنه كامله كولر باللعيبه كلها مسلمه نمر، فاقدين الكوره اصلا بالصفقات الجديده. خوسيه ريبيرو طبعا كانت غلطه، ما ترجعش بعد كده تقول ودينا بنظلم ريبيرو. لا حضرتك ما بتظلمش ريبيرو، ريبيرو مدرب ضعيف. ان في خلل في المنظومه كلها مش في بقيه المنظومه مش معناه ان المدرب ده كويس، ومش معناه ان احنا لو صلحنا الخلل التاني المدرب ده هيشتغل كويس. تقول لي بس ممكن اجيب مدرب حلو ما يشتغلش مع الخلل اللي موجود في بقيه المنظومه، اقول لك ايوه عندك حق، لما يحصل ابقى ساعتها اتكلم وقول اللي انت عايز تقوله. لكن مش لاجل الهجوم على كابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي هنبدا ندخل اي حاجه وخلاص. الناس اللي بتتكلم النهارده بتقول لك كان غلط ان احنا نجيب حمدي فتحي 3 مباريات بس. قد ايه دلوقتي خط وسط النادي الاهلي حاسس انه هو مش قد كده لان هو الاهلي ما اعتمدش عليه. بلح دي نفس الناس اللي كانت بتقول يا ريت عبد المنعم يرجع النادي الاهلي 3 المباريات، وكانوا يتمنوا ان هم يشوفوه بيلعب ال3 مباريات. بلح. وهي نفس الناس اللي كانت بتقول حمدي فتحي هو بيقولوا عليها ايه؟ قطعه الشطرنج اللي ناقصه. باين في جمله كده بتتقال، يعني انت ممكن قولوها لي في الكومنتات، انا مش فاكر الجمله بالظبط، بس يعني ايه القطعه الناقصه في كتيبه النادي الاهلي. ودلوقتي بيقول لك جه ليه؟ يعني ايه يا جماعه؟ ده بقى هو يا جماعه الهجوم بغرض الهجوم، ده اللي ما فيهوش اصلا منطقيه، ما فيهوش اي حاجه. متضايقين لخسارات النادي الاهلي وكل حاجه يا جماعه، بس احنا عشان كده بنتكلم، عشان كده انا اصلا بعرض الناس اللي بتطلع تقول على الناس اللي بتنتقد بموضوعيه ان هي بتعيب فيهم وبتقول انتوا بتهاجموا وبتشمتوا فينا ومش بتشمتوا فينا. لا ده مش الهدف يا ابني، افهم. شماتة جماهير تانية ايه في النادي الاهلي لا هيعليه ولا هينزله. النادي الاهلي معروف بجماهيره، مش مستنيين حد تاني هو اللي يقول لنا احنا شايفين النادي الاهلي ده ازاي. وعشان كده بقول لك برضو انا ضد الناس اللي بتهاجم وهي مش فاهمه اصلا هي بتتكلم في ايه، هي عايزه بس تركب الموجه بتاعه الهجوم. لا، عايز تهاجم هاجم في المنطق، عايز تدافع دافع في منطق. ما انا النهارده جبت لك حاجات اقدر ادافع بيها عن الاداره، حاجات الجماهير نفسها كانت بتطالب بيها. عمرو السولية قبل ما يمشي قالوا لك عمرو السولية لازم يمشي، كبر. دلوقتي بيقولوا لك طب احنا مشيناه ليه؟ يا جماعه رامي ربيعه قبل ما يمشي مشوه، اول ما يمشي رامي النادي الاهلي اكبر منك يا رامي، ولا رامي ربيعه ارفع ايدك النادي الاهلي واسيدك عادي. هو في فئه من الجماهير يا جماعه عايزه تعترض للاعتراض، ومن حقه، ما هي دي الجماهير اسمعها. بس انا قصدي لو انت عايز تتكلم على ان في فعل غلط، فقول الفعل الغلط هو الهجوم بدون مبرر، او الهجوم وهو حتى ما فيش منطقيه في الكلام. زي بالظبط ما هو غلط الدفاع بعدم وجود منطقيه في الكلام برضه يا جماعه. ده بيضر وده بيضر، ده هيخلي الناس تتكلم وده هيخلي الناس تتكلم. على فكره الناس كانت بتتريق على الناس اللي كانت بتسبورت مجلس اداره نادي الاهلي في قرار الانسحاب. بالعكس ده الناس دي اتريقوا عليها اكتر من الناس اللي كانت معترضه. الناس اللي كانت معترضه حتى ما كانوش عارفين يفتحوا يعني يبصوا لهم ولا يقولوا لهم انتوا بتتريقوا على ناديكوا. عارفين ليه؟ لانه عارفين ان احنا عندنا حق. لكن الناس اللي كانت بتقول ان القرار ده صح مطلقا وان ما فيهوش اي غلطات واي حد بيتكلم عليه يبقى راجل مش فاهم، انتوا اللي كان بيتصفى عليكم مش احنا. والله انتوا. وارجعوا البوستات الزملكاويه وارجعوا وتلاقوا الناس منزله بوستاتهم ازاي بجد مصدقين نفسهم. هي الناس دي ما بتشوفش، هي الناس دي مش عارفه ايه. ارجعوا للبوستات. ومع ذلك يا سيدي تاني مش كلام الناس اللي هيفرق معانا النادي الاهلي ده فين. النادي الاهلي معروف بمكانته، هو وكابتن محمود الخطيب ده فوق اي حد. لا حد لا كلامي ولا كلام غيري من اللي من اللي بيسبورت بهبل ولا بيهاجم عشان يهاجم وخلاص. لا هيعلي ولا هينزل من كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اسطوره وسيظل اسطوره، هو وناس كتير جدا. نادي الاهلي باللعيبه اللي فيه لعيبه سوبر ما بيلعبوش بس ما زالوا لعيبه سوبر، واحنا عارفين ان هم لعيبه سوبر. ما ينفعش اجي اقول عليهم لعيبه ما لهاش فيها.
لا، لعيبه كسلانه زي ما انا بقول دايما، لعيبه كسلانه، ناس يا كوره مش عايزين يقدموا، مفيش روح. لكن هو مش لعيبه، ده مش حقيقي، ما ينفعش اقول عليهم كده. وارجع اقول ازاي مشينا ناس؟ ما انت مشيت عشان جبت ناس كويسه جدا. يا ريت يا جماعه نفهم، يا ريت ما نتضايقش من بعض في الكلام، يا ريت نفهم ان اللي بيهاجم ده مش بيهاجم عشان هو اصلا هي مش مهاجمه، بلاش تسميها مهاجمه، ده انتقاد لاصلاح الامور داخل جدران النادي الاهلي، لان احنا كلنا من اولاد النادي الاهلي. مش لازم ابقى عضو ولازم ابقى ليا صوت لكابتن محمود الخطيب عشان ابقى انا ابن من ابناء النادي الاهلي. انا ابن من ابناء النادي الاهلي، بحب للنادي الاهلي، بدفاع عن النادي الاهلي في كتير، والحلقات موجوده. وياما قلت لما كان اي حد بيطلع يتكلم مش اهلاوي عن الاهلي ويعيب فيه في اي قناه او في اي حته، كنت بطلع اقول لك خليكوا في حالكوا، احنا نتكلم لكن غيرنا ما يتكلمش. احنا ولاد النادي نتكلم ونعلق ونقول عندنا اخطاء ونصلحها، لكن انت ما تتكلمش عن النادي بتاعنا. والكلام ده كله موجود يا جماعه، والحلقات موجوده وانا ما بكذبش، واللي عايز يبص عليها يبص عليها. في الاخر يا جماعه، في الاخر عزيزي المشاهد، سواء المحنك ده او المحنك ده، كده كده انا ما عنديش مشكله مع اي حد فيكم، ومجرد تشجيعك للنادي الاهلي ده معناه ان انا بحبك عزيزي المحنك، لانك بتشجع الكيان اللي انا بحبه. في وقت المباراه، في وقت الجد، هننسى كلنا المشاكل دي وهنشجع النادي الاهلي باعلى صوت. هبقى قاعد انا وانت جنبك في المدرج، ولا انا وانت قاعدين على قهوه، ولا حتى نتقابل في الشارع صدفه في احتفال بعد ما نكسب بطوله. هننسى اختلافاتنا دي كلها، وهو ده الاهم. ده عزيزي المحنك هو الاهم. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.